من الوظائف المهمة جدا برضو لرجل التسويق هو انه بيكون شغال كأنه كده في المخابرات. وظيفته دايما ان هو يكون عمال بيجمع معلومات عن السوق، طبعا من خلال الابحاث التسويقية زي ما قلنا قبل كده، وعن المنافسين بتوعه برضه. دايما المتخصص في التسويق بيكون عينه على السوق، عايز يعرف المنافس بتاعه مثلا فتح فين، بيوزع بضاعته ازاي، ايه هي الفروع بتاعته، ايه هي الاسعار اللي بيبيع بيها، هل عامل عروض ولا لأ. لو قدرت تعرف هو بيجيب بضاعته منين، لو قدرت تعرف العملاء بتوعه ايه اللي عاجبهم في الشغل بتاعه، ايه اللي مش عاجبهم في الشغل بتاعه. كل المعلومات اللي تقدر تجمعها عن المنافسين هي معلومات مفيدة، ومعلومات هتخليك انت بعدين قادر تاخد قرار يخليك تتميز. فانت ببساطة لو عايز تاخد نصيب او حصة سوقية من المنافس بتاعك، لازم تكون فاهمه كويس، لازم تكون درسه كويس، ولازم تكون مجمع معلومات عنه. عشان كده احنا بنقول وظيفة تحليل المنافسين عاملة شبه المخابرات، وهي كذلك من أهم الوظائف اللي لازم أي مسوق يكون بيعمل.